في واحد الرحله في نص الليل واحد الراجل فاق لقى راسو بوحدو في التران. هنا استوعب باللي فات المحطه اللي كان باغي ينزل فيها، وملي بدا غادي جا القدام اللي كان في الارض وهو يطيح على راسو. فاش ناض بدا كيسمع شي صداع ديال شي مطرقه وشي هوات بحال الا شي واحد كان كيتعذب. وفاش مشى طل عرف باللي هذاك الشيء اللي كان في بالو كان في محل. كنمشيو لنيويورك وكنتعرفوا على ليون اللي كتكون المهنه ديالو مصور، عايش مع مرتو مايا في واحد الابارتمون اللي كانوا كارينو. وهنا مايا بدات كتقول ليه باللي الخدمه ديالو ولات كتراسيه بزاف، وباش تفرحوا شويه قالت ليه اش بان لك طالع على الشاف ديالك يتعرف على الرسامه المشهوره سوزان. النهار اللي مورا ليون والشيف ديالو يورغيس كنشوفوهم كيتعرفوا على الرسامه سوزان. ملي ليون وراها التصاور ديالو باش تعطيه الراي ديالها، شافت فيه وقالت ليه باللي ما كيديرش شي مجهودات وباللي التصاور ديالو ما فيهمش الحياه. فهاديك الليله ليون حيت كان مكتئب ما قدرش ينعس وقرر يخرج يضرب شي دويره. توجه لواحد المحطه وهو يشوف في الدروج شي دراري كانوا كيتحرشوا على واحد البنت وهو يصورهم، وواحد فيهم شافو وبدا قاصدو. هنا ليون ما تسوقش ليه وبقى كيصور ليه في وجهه، وملي قرب حداه ناعس بصبعه جهه الكاميرا باش ما يتضاربش معاه. وهادوك الدراري ملي شافوا الكاميرا طلقوا البنت ومشاو في حالهم. البنت جات باش تشكر ليون ومن بعد مشات باش تطلع للتران، وملي بدات طالعه لقات واحد الراجل اللي حبس عليها الباب ديال التران. ملي مشات جلسات هذاك الراجل جا من وراها وضربها لراسها بواحد المقدد، وهنا ماتت في البلاصه. النهار اللي موراه كنشوفوا ليون جالس في المطعم اللي كان كيمشي ليه ديما. وفاش قرا الجورنال اكتشف باللي الدريه اللي نقد اللي كانت سميتها اريكا اختفت البارح من ورا ما طلعت في التران. وبحكم حس بتانيب الضمير مشى عطى التصاور اللي خاد الليله اللي قبل للبوليس. وملي المحققه اللي شافت التصاور ما تيقاتوش وشكات فيه يكون هو اللي من ورا الاختفاء ديال اريكا. في نفس النهار ليون تلاقى مع الرسامه سوزان باش يوريها تصاور، وملي شافتهم عجبوها بزاف وقالت ليه باللي الا صيفط لها شي جوج تصاور اخرين غادي تحطهم السيمانه الجايه في المعرض ديالها باش يشوفوهم الناس. ليون عجبو الحال بزاف وبقى غير ساهي. وفي هذيك الليله نيت احتفل هو ومرته والشاف ديالو، ومن بعد شويه ناض وقال لهم انا غنمشي للمحطه باش ناخذ شي صور جداد. شي ركاب كانوا كيتسناو يوصلوا للمحطه ولكن الترام قلب الطريق وهكا ضيعوا المحطه اللي كانوا باغيين ينزلوا فيها. المراه ملي هزت عينيها في المرايه شافت هذاك الراجل اللي قتل اريكا جاي قاصدهم، ولكن ملي علمت هذوك الجوج اللي كانوا معها ما تساوقوش ليها وكملوا هضرتهم. وفي واحد اللحظه جا القتال من ورا واحد فيهم وهو يضربو بمطرقه ديال اللحم لراسو حتى خرجت ليه عينه ومات. وهنا كنكتشفوا الهويه ديال الكيلر اللي كتكون سميتو ماوغاني. من بعد هز حديده ماضيه ورفع بها الراجل الاخر. المراه ملي شافت هاد الشيء بدات كتغوت، وملي حاولت تهرب زلقها الدم وطاحت للارض. ماوغاني بدا غادي يجيهتها ولكن شدوا الراجل من رجله وهو يضربو بلا رحمه بالمطرقه لوجهه. من بعد صفاها المراه بنفس الطريقه وقطع ليها راسها. كنرجعوا عند ليون اللي كيكون كيتسنى حدا المحطه شي واحد مناسب يدوز باش يصوروا. واحد شويه بان لي ماوغاني طالع في الدروج وهو يصورو وبقى تابعو وكيصور فيه. في واحد اللحظه ماوغاني حس بشي حاجه تابعه وهو يوقف. ملي ليون دار مع الدوره وشافو واقف وما كيتحركش خاف وهو يدير راسو كان غير دايس. ملي قرب حداه شدو ماوغاني وهو يشوف الخاتم اللي كان داير في يده وهو يبدا يتمتم وقال ليه باللي بغى غير يصورو، ومن ظهرو خلاه يمشي في حاله. ملي كان كيخرج في التصاور لاحظ باللي الخاتم اللي شاف ايد ماوغاني هو نفسه اللي كان عند الراجل اللي حبس الباب ديال التران على اريكا في النهار اللي اختفت فيه. هادشي اللي خلاه يفكر باللي كاع هذوك الناس اللي تقتلوا في التران ماوغاني سبابهم. من هذاك النهار قرر يبحث في هادشي ولا تابعو فين ما مشى. واحد النهار اكتشف باللي المهنه ديالو بزاف وبقى كيتسنى فيه حتى سالا خدمته وتبعوا المحطه هذيك الليله. ماوغاني بقى غير جالس وكيشوف، وفي هاد الوقيته ليون كيكون مشغول كيصور فيه. ملي وصل التران اللي كان كيتسنى فيه ناض وطلع، ولكن ملي ليون بغى يركب حتى هو حبسوه واحد البوليسي باش يقلب ليه الكاميرا ديالو. واحد الراجل طلع للتران وبدا كيتنمر على ماوغاني، ولكن فاش شاف باللي التران قلب الطريق بدا كيطل من الشرجم. جا ماوغاني وراه وضربو حتى طاح، ولكن مع بغى يضربو لاح المطرقه من يدو حيت بدا كيكحب في الدم. الراجل استغل هاد الفرصه وهو يجبد واحد الجنوي اللي كان هاز معاه وغفلو. ناض باش يضربو ولكن ماوغاني قدر يوقفو وبداو كيتضاربوا. اللي كان سايق التران سمع صداعهم هز السلاح وجا تيرا في مول الجنوي في راسو. من بعد كنشوفوا ماوغاني قدام المرايه وكنعرفوا باللي عنده شي مرض في الجلد ديالو، وكنشوفوه كيحيد في الجلد الزيت وكيحتفظ به في الخزانه ديالو. نهار اللي مورا ليون جا البلاصه فين خدام ماوغاني لبس طابليه ودار راسو بالزاف، وفاش دخل بدا كيصور فيهم بالتخبيه. ولكن لسوء الحظ شافوا ماوغاني وهو بدا هارب. ماوغاني بدا تابعه بواحد الموس وبدا كيقلب عليه بوسط اللحم، ولكن ليون هاد المره قدر يفلت منه ومشى في حاله. وفاش رجع للدار بدا كيجمع في كاع المعلومات
معلومات وتصاور ديال الناس اللي تقتلوا في التران. وفي هذيك الليله نيت قرر يمشي للمحطه باش ياخذ تصاور جداد. فاش وصل مشى جلس وبقى حاضي ماوغاني من بعيد. شي مسافرين طلعوا للمحطه الاخرى وليون حضر القتيله ديالهم من طرف ماوغاني. انايا تصدم وعرف باللي ماوغاني هو اللي قتل دوك الناس كاملين. شويه تشجع وناض يصور فيه. وفي هذه اللحظه ماوغاني كان كيحيد الجوتات في سنانهم ضفارهم وحتى شعرهم قبل ما يعلقهم من رجليهم. في واحد اللحظه ماوغاني شاف ليون ضحك ليه وهادشي اللي خلى ليون يهرب، ولكن ماوغاني تبعو وشدو وضرب ليه راسو معجاج ديال الشرجم. من اللي فوق لقى راسو في البلاصه اللي خدام فيها ماوغاني. فاش مشى للدار دخل الطواليت حاشاكم وسد عليه. وهنايا شاف شي حاجه غريبه في صدره. من اللي خرج عند مرتو مايا عاود ليها كاع داكشي اللي طرا وقال لها باللي البوليس ما غاديش يتيقوا بلا دليل حيت ماوغاني دالي الكاميرا ديالو. مايا في الاول خافت ولكن من بعد تشجعت وقالت ليه باللي غنعاونك باش تلقى الكاميرا ديالك. وفعلا تلاقات مع الشاف ديالو يورغيس باش يدخلوا الابارتمون ديال ماوغاني. ملي دخلوا للدار تفرقوا. يورغيس بدا كيقلب في حوايجو ومايا دخلت للطواليت وحلات الخزانه ديالو. وهنا اكتشفت باللي ماوغاني كيحتفظ بالجلد اللي كيحيد منه. من بعد ماوغاني دخل للدار وجا مورا يورغيس وضربو ومن بعد ما لقى الكاميرا. مايا ملي خرجت من الطواليت حاشاكم بان ليها ماوغاني وهي تهرب ومشات مباشره لمركز الشرطه باش تبلغ بالاختفاء ديال يورغيس. ولكن المحققه هادلين جاوبتها وقالت لها باللي راه سيطرت شي محققين يقلبوا دار ماوغاني وما لقاو حتى شي دليل ضده. من بعد كنشوفوا مايا مشات للمطعم اللي كان كيمشي ليه ليون باش تاخذ منه واحد السلاح. وفاش شافت برا بانت ليها المحققه هادلين اللي اخيرا جات وعطاتها شي خبر على يورغيس. موراها كنشوفوا مايا كطلع للتران. وفي هاد الوقيته اليوم كيكون كيوجد في المواس وداكشي اللي غيحتاج باش يواجه ماوغاني. كنرجعوا عند مايا وكنشوفوها جالسه ولاحظت باللي التران قلب الطريق. ملي نارت باش تطل شافها ليون من برا وبحكم خاف عليها دار لي في جادو باش يطلع حتى هو في التران. كنمشيو عند ماوغاني وكنشوف يلاه سالم المجزره ديالو. وملي مايا شافت يورغيس معلق في هذيك الحال بدات كتغوت وهي تبدا كتيري فيه ولكن حتى قرطاسه ما جابتها فيه. وملي خوالها السلاح بدات هاربه. ماوغاني ملي شافها هاربه سير عليها بالمطرقه ديالو جاتها في رجلها وهي طيح. ماوغاني مشى لجهتها ولكن مع بغى يضربها جا ليون من وراه وغوت عليه. وهنا ماوغاني خلى مايا ومشى باش يواجه ليون. ملي كانوا كيتضاربوا ضربه بالموس جات في يورغيس وهو يموت. وملي التران قرب يوصل للمحطه ليون لاح ماوغاني من التران. ملي وصلوا للمحطه تفضوا وهنا يخرج عندهم اللي كان كيسوق التران وطلب منهم يبعدوا من اللحم ويردوا بالهم. من بعد شويه دخلوا شي كائنات غراب باش ياكلوا الجوتات. وكنشوفوا ليون ومايا غادين وكيكتشفوا في هذيك البلاصه اللي كانوا فيها غير الجوتات والعظومه. من بعد كنشوفوا ماوغاني خرج ليهم عاوتاني ولكن هاد المره ليون قدر يقتلو وكلماته الاخيره قبل ما يموت كانوا مرحبا بك. من بعد كنشوفوا السيد اللي كان سايق التران هجم على ليون وحيد ليه لسانو وكالو وقال ليون باللي هاد الكائنات كانوا عايشين تحت الارض من شحال هذا قبل كاع ما تكون هاد المحطه. وفسر ليه باللي خدمه ماوغاني كانت هي تعطي لهاد الكائنات ما ياكلوا كل ليله باش ما يهجموش على المدينه. من بعد كنشوفوا توجه لشيت مايا اللي كانت فاقده الوعي وحيد لها قلبها قدام ليون وقال ليه باللي من غدا غياخذ بلاصه ماوغاني. وهادشي اللي كان نهار اللي موراه كنشوفوا جزار جديد اللي كيوجد في راسو ودار الخاتم اللي كان داير ليون. من بعد كنشوفوا المحققه ادلين جات عنده باش تعطيه الاوقات ديال التران. هنا كنعرفوا باللي المحققه ادلين كانت مشاركه معاهم من الاول. في هذيك الليله نيت كنشوفوا جزار قتال جديد طالع للتران وكيتسنى في الضحيه ديالو. وهنا كنكتشفوا باللي هو ليون. حتى لهنا كيسالي الفيلم. كنتمنى يعجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتخليو شي كومونتير زوين ونشوفكم في فيلم جاي. تهلاو.